السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الكرام، مع حضراتكم محمد طاهر. لو بتعاني من الوسواس القهري، أكيد حسيت قبل كده إن الأفكار الوسواسية مش بس مضايقاك، لكن كمان بتخلي حياتك كلها متأثرة. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن إزاي تتحكم في الوسواس يوميا وتعيش طبيعي، حتى لو مش قادر تروح لمعالج، حتى لو مش قادرة تروحي لمعالج. هديلك ان شاء الله خطوات علمية وعملية تقدري تبدأي تطبقيها من النهاردة ان شاء الله. الجزء الاول، فهم الوسواس في حياتنا اليومية. تعالوا نشرح الفكرة الاول. الوسواس مش دايما بيجي في شكل فكرة واضحة، يعني هو ممكن احيانا بيظهر في قراراتنا اليومية، زي التردد مثلا قبل ما نعمل اي حاجة، او حتى الانسان ممكن يفضل عنده شك مستمر في نفسه. كل دي أعراض ممكن الوسواس يدخل منها. تعالوا ناخد مثلا مثال عملي على ده. تخيل إنك هتخرج من البيت فجأة، دماغك تقولك هل أنا نسيت مثلا أقفل الغاز؟ هل يا ترى الباب أنا قفلته كويس؟ اللي بيحصل هنا إيه؟ إن الوسواس بيخلي دماغك تتوقف عن الحركة الطبيعية. علشان كده الخطوة الأولى اللي نعملها هي رصد اللحظة. بمعنى إيه؟ إن إحنا هنبدأ نلاحظ أي شعور أو فكرة وسواسية أول ما تظهر في عقلنا. على سبيل المثال، لما تحس بتوتر قبل الخروج، تقول لنفسك إيه؟ هنقول ده شعور الوسواس، مجرد إشارة من دماغي، مش خطر حقيقي. الجملة اللي إحنا بنقولها ديت كفيلة تخلينا مباشرة خدنا أول خطوة، وهي إن إحنا رصدنا اللحظة أو لاحظنا الفكرة الوسواسية اللي هي في عقلنا. تعالوا ننتقل للجزء الثاني، وهو تمرير الفكرة بدون استجابة. تعالوا نشرح يعني ايه الكلام دوت. لازم نعرف ان التجاوب مع الوسواس بالتطمينات والمحاولات لتجاهله ده بيقوي علينا. علشان كده الحل هو ان احنا نمرر الفكرة بدون استجابة. تعالوا ناخدوا مثال عملي على كده. مثلا لو فكرت هل نسيت انا شيء مهم، ممكن تقول لنفسك كده. فبدل ما تفضل تفحص كل شيء، ممكن تقول لنفسك ايه؟ دي فكرة وسواسية، همررها وهكمل اللي انا فيه. طب ايه الخطوات العملية اللي احنا نعملها؟ هناخد نفس عميق، نركز على التنفس، بعد كده نحدد الفكرة ونسميها، نقول مثلا ده وسواس. تالت خطوة، نرجع تركيزنا بقى لنشاطنا الحالي، سواء بقى كنت بتقرأ، كنت في شغل، أو حتى في كلام. تبدأ ترجع تركيزك للحظة اللي انت كنت فيها. الجزء الثالث اللي بعد كده وهو استخدام قاعدة ال5 دقايق. وتعالوا نشرح الفكرة ماشية ازاي. يعني مثلا بدل ما تحاول تقاوم الوسواس وانت تحاولي تقاومي الأفكار الوسواسية طول اليوم، هنخصص له وقت صغير. يعني ايه نخصص له وقت صغير؟ تعالوا ناخده مثال عملي يوضح الفكرة. يعني عند أول شعور بالوسواس تقول لنفسك وتقول لنفسك أنا هسيب نفسي 5 دقايق، وبعد كده هرجع أفكر في الفكرة الوسواسية. مجرد إن أنا أقول لنفسي شوية كده وهرجع أفكر في الفكرة، ده بيقلل شدة الفكرة وبيمنعها من السيطرة على يومنا كله. يعني مجرد الجملة البسيطة اللي احنا قلناها ديت ليها تأثير على عقلنا الباطن، ليها تأثير انها بتغير تركيزنا من على الوسواس، الا ان احنا بنعمل عملية تشتيت مؤقت، وبندخل نفسنا في شيء تاني يشد انتباهنا. بيترتب عليه زي ما قلنا كده ان احنا بنقلل شدة الفكرة وبنمنعها من السيطرة على يومنا كله. ان اي وقت تهاجمنا فيه الفكرة، نبدأ نقول لنفسنا انا هدي نفسي 5 دقايق وهفكر فيها بعدين. في نفس اللحظة هتبص تلاقي ان الافكار ديت بدأت تهدى من دماغنا. بعد الخطوة اللي فاتت دي ندخل بقى على الجزء الرابع، وهو تغيير الروتين اليومي. وتعالوا نشرح برضو الفكرة. دماغ الوسواس بيحب الفراغ والملل. يعني اي وقت انت بتلاقي نفسك فيه ما عندكش شيء يشغلك،
هو ده اللحظة او الارض الخصبة للوسواس، ان هو بيحب الفراغ والملل. علشان كده لما يكون عندك روتين واضح في يومك، وانتي يومك محسوب من اوله لاخره بروتين معين، ده بيقلل ظهور الافكار الوسواسية، على اساس ان احنا عندنا شيء يشغلنا بديل الوسواس. وتعالوا نطبق الكلام دوت عن طريق الخطوات العملية. اول حاجة هنعملها، هتخطط يومك خطوة بخطوة. يعني مثلا جزء للشغل، جزء للراحة، جزء فيه نشاط اجتماعي، جزء فيه تمرين. كده خلاص اصبح يومك من اوله لاخره خلاص معمول له روتين. انت نفس الفكرة برضو، هتخططي ليومك، تشوفي من بدايته لنهايته ايه اللي وراكي، بحيث ما يكونش عندك اوقات فراغ. الخطوة التانية، هنحدد اوقات للتعرض لافكار الوسواس. يعني لو ظهرت مثلا اثناء النشاط، نطبق قاعدة ال5 دقايق اللي لسه قايلينها، وهي ان انا هسيب نفسي 5 دقايق وارجع افكر في الفكرة الوسواسية. ده انت هتقول لعقلك كده، مش معناها ان انت بعد ال5 دقايق ان انت هترجع للفكرة. مش هو ده المقصود. المقصود ان احنا نقول لنفسنا مش هي دي الفكرة الوسواسية، مفيش مشكلة، انا هرجع افكر فيها بعد 5 دقايق. مجرد ان احنا بنقول الجملة دي زي ما قلنا كده بنشتت عن تفكيرنا تأثير الافكار الوسواسية. ننتقل للجزء بقى الخامس، وهو استخدام الأسئلة السقراطية مع نفسك، أو هتستخدميها برضو مع نفسك. بمعنى، بدل ما نصدق كل فكرة وسواسية، هنسأل نفسنا سؤال منطقي: هل يا ترى دي فكرة ولا حقيقة؟ أهو انت دلوقتي جاتلك الفكرة في عقلك، وانتي جاتلك الفكرة اهي بتتغلب عليكي. انا هسأل نفسي، هل هي مجرد فكرة بتدور في دماغي حاليا، ولا واقع انا شايفه بعينيا؟ هل يا ترى ده خطر حقيقي؟ يعني هل الفكرة ديت بتمثل لي خطر حقيقي؟ هل في منها خطر؟ مش هتلاحظ دوت في الغالب، هتكتشف ان هي مجرد فكرة، مش واقع بره انت شايفه لمسه بنفسك. وده اللي يخلي تأثير الأفكار علينا بيزيد لما احنا بنصدق الأفكار الوسواسية اللي في عقلنا، أو بنتخيل إنها ممكن تحصل في الواقع. عشان كده الأسئلة السقراطية ديت مهمة نسألها، بتفكك معانا قوة الأفكار علينا. ندخل بعد كده على الجزء السادس، وهو بناء ثقة دماغك تدريجيا. الكلام ده معناه إن كل مرة بتمرر فيها فكرة بدون استجابة أو تطمينات، دماغك بيتعلم مش كل فكرة وسواسية محتاجة تصرف. وانت كل مرة بتسيبي بيها الفكرة من غير استجابة، او ان انت تطمني نفسك بالافعال القهرية اللي انت بتعمليها، كده بتعلمي دماغك وبتثبتي له ان مش كل فكرة محتاجة ان انا اعمل لها فعل تطميني. وده مع الوقت بيعمل اعادة برمجة للعقل، وبيخلينا اوتوماتيك فيما بعد ده يبقى روتين عندنا طبيعي، من غير ما نبذل مجهود في ان احنا نتجاهل الافكار. علشان كده مع الوقت هنلاحظ ان قوة بقى الافكار الوسواسية بتقل، وتقدر بعديها انت تاخد قرارات يومية بدون توقف او قلق مستمر، وانتي هتحس نفسك ان انتي تدريجيا بدأتي تتحرري من تأثير الافكار ديت عليكي. في النهاية عاوز اقول ان الافكار الوسواسية مش هتختفي بين يوم وليلة، لكن مع الخطوات ديت هتقدر تتحكم فيها يوميا وتعيش حياتك بشكل طبيعي. ده حتى لو مش قادر تروح لمعالج، وحتى لو انتي مش قادرة تروحي لمعالج لأي ظروف خاصة بيكي، المهم ان انتي تطبقي نفس الخطوات اللي احنا قلناها ديت، وهي رصد الفكرة، بعد كده تمريرها، بعد كده بناء روتين يومي ثابت. جربوا الخطوات دي كل يوم، وان شاء الله هتحسوا بالفرق تدريجيا. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى يا رب الشفاء للجميع. كان معكم محمد طاهر، السلام عليكم.